اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. احنا عارفين ان في فيلم بيتعمل حوالين شخصيه مدام ويب جوه عالم سوني السينمائي الخاص بشخصيات سبايدر مان. لذا النهارده في الحلقه احنا هنتكلم على مدام ويب في الكوميكس وناخد فكره عنها. مدام ويب هي شخصيه تبع مارفل كوميكس او زوليا في الكوميكس، كان في شهر اغسطس سنه 1980. الكلام ده كان في العدد 210 من سلسله الكوميكس اميزنج سبايدر مان على ايد الكاتب داني اونيل. مدام ويب هي عباءه لشخصيه حملها اتنين، اول واحده كاساندرا ويب والتانيه هي جوليا كاربنتر. احنا دلوقتي هنتكلم على كاساندرا ويب. كاساندرا ويب بتظهر على شكل ست عجوزه عندها مشاكل صحيه، زي ان هي عندها شلل وان هي عندها عمى برضه. هي ميوتنت عندها قدرات كتير زي الاستبصار والتخاطر والاسقاط النجمي، معتمده على لايف سبورت سيستم عشان تعيش على شكل شبكه عنكبوت. بنشوف ان في واحده بتتخطف في جريده الديلي جلوب، سبايدر مان بيروح لمدام ويب علشان تساعده في تحديد مكانها، بتعرفه ان اللي اتخطفت دي كومبارس للاصليه والاصليه كمان في خطر. بتساعده ان هو يلاقي الاتنين وينقذهم، وبعد كده بتقول له انا عارفه هويتك الحقيقيه يا بيتر. سبايدر مان بعد كده بيروح لها علشان تساعده، علشان هو عارف ان في عمليه اغتيال هتحصل في ماراثون، بس هو مش عارف مين هيتم اغتياله ومين منفذ العمليه وهيعمل كده منين. هي بتديله كل المعلومات المطلوبه وبينجح ان هو يوقف عمليه الاغتيال دي. بعد كده هي اللي بتتصل بيه المره دي، بتقول له يا بيتر في حد هيهدد حياتي في خلال 24 ساعه اللي جايه، وانت الوحيد اللي تقدر تحميني، انا ما عنديش اي معلومات تانية. بيطلع من الخطر ده هو ان بلاك توم كاسيدي وجاجرنوت عايزين يخطفوها ايمانا منهم واقتناعا ان هي ممكن تبقى سلاح مهم جدا في هزيمه الاكس من. بنشوف سبايدر مان بيخش في معركه مع جاجرنوت، بس هو مش بيقدر عليه. بيجي جاجرنوت بيشيل مدام ويب من على اللايف سبورت سيستم، هي بتبتدي تموت، هو بيلاقيها كده بيرميها على الارض، بيقول انت دلوقتي مفيش منك فايده. سبايدر مان بياخدها يوديها المستشفى، هي بتنجو بس بتفقد قدراتها وذكرياتها. بعد كده بنشوفها في حاجه كده اسمها تجمع الخمسه، ودول 5 اشخاص بيحضروا معاهم قطع اثريه. ال5 قطع اثريه دي لما تتجمع مع بعض بتدي ال5 اشخاص حاجه من التالي: يا اما تديك الخلود، يا اما القوه، يا اما المعرفه، يا الموت، يا الجنان. بنشوف ان نورمان اوزبورن اللي هو الجرين جوبلin بيكتسب الجنان، وبنشوف ان بيتي فرانكلين دي بتكتسب القوه ودي تبقى سبايدر وومن الثالثه بعد كده. وبنشوف ان مدام ويب بتكتسب الخلود وبترجع تاني صغيره في السن وبتتعافى من الامراض اللي عندها وبتشتغل كمنتور وناصحه لماتي فرانكلين. هي تبقى جده واحده اسمها شارلوت ويتر، ده بيجي دكتور اوكتوبوس بيخطفها بيعمل عليها تجارب، بيخليها تبقى هايبرد ما بين الانسان والعنكبوت. هي بتحاول تقاومه، دي حتى حاولت تموته بس كانت بتفشل. في الاخر هو سيطر عليها تماما، سمت نفسها سبايدر وومن الرابعه عشان في 3 قبلها. بعد كده بنشوف ان هو بيبعتها في مهمه لل3 سبايدر وومن اللي قبلها عشان تسرق قدراتهم، وبالفعل بتعرف تعمل كده. مدام ويب بتيجي بتوحدهم وتقول لهم انتوا بس اللي تقدروا تهزموا حفيدتي، وبالفعل بيعرفوا يعملوا كده. بعد احداث قصه ديسيميشن اللي هي جت بعد احداث قصه هاوس اوف ام، لما سكارلت ويتش قالت نو مور ميوتنس، بنشوف مدام ويب واحده من القلائل اللي لسه عندها الجين اكس وقدراتها، بس بنشوفها كبيره في السن. عيله كريفن ذا هانتر بتخطفها هي وجوليا كاربنتر وماتي فرانكلين اللي هو سبايدر وومن الثانيه والثالثه. بيقرروا ان هم يضحوا بماتي علشان يشوفوا هم هيعرفوا يرجعوا جريم هانتر ولا لا، وبالفعل بيعرفوا يعملوا كده. فبيوصلوا لاستنتاج ان هم عشان يرجعوا كريفن ذا هانتر تاني على قيد الحياه محتاجين يضحوا بسبايدر مان. وبنشوف ان هم بيمسكوا سبايدر مان بالفعل وبيقتلوه، بس ده بيطلع ان ده كين باركر متنكر في شكل بيتر. بعد كده كريفن ذا هانتر بيرجع تاني على قيد الحياه، بس بيحس ان في حاجه غلط، بيشيل القناع من على وش سبايدر مان، بيلاقي ان ده كين. مراته بتتضايق جدا وبتتعصب، فبتقرر انها تموت مدام ويب. مدام ويب قبل ما تموت بنشوف انها بتنقل كل قدراتها وحتى العمل اللي عندها لجوليا كاربنتر. جوليا كاربنتر دلوقتي بتبقى مدام ويب الثانيه بعد ما كانت سبايدر وومن الثانيه. كان بنشوف ان بيتعمل استنساخ لمدام ويب الاولى اللي هي كاساندرا ويب، بس هي بعد كده المستنسخه دي بتموت برضه هي كمان. دلوقتي في الكوميكس اللي بيشغل منصب مدام ويب هي جوليا كاربنتر. هي في المنصب ده من سنه 2010، يعني هي بقى لها 12 سنه وهي بتساعد سبايدر مان على طول في عملياته. ممكن يوما ما نعمل لها حلقه عن دورها كسبايدر وومن، لان في ال 12 سنه بتوع مدام ويب مفيش حاجه تذكر ممكن نقولها. بالنسبه لظهور مدام ويب في الاعمال الفنيه، فهي ظهرت في 2 مسلسل انيميشن، سبايدر مان التيميت وسبايدر مان ذا انيميتد سيريس، وظهرت في لعبتين فيديو جيمز. وزي ما احنا عارفين في فيلم هيتعمل جوه عالم سوني السينمائي، هيبقى الفيلم السادس ان شاء الله. ده هيتعرض في شهر فبراير سنه 2024 وهيبقى من بطوله داكوتا جونسون. اتقال ان في شخصيات كتير هتظهر زي جوليا كاربنتر وزي ماتي فرانكلين وزي سبايدر جير اللي هي انيا كورازون. مش معروف بالظبط داكوتا جونسون هتلعب دور جوليا كاربنتر ولا كاساندرا ويب، بس هيبقى شيء غريب الصراحه لو هي لعبت دور جوليا كاربنتر والفيلم كان متمحور عليها، لان جوليا كمدام ويب ملهاش اي حضور يذكر في الكوميكس. كمان انت هتتكلم على الشخصيه الجديده وانت ما اتكلمتش عن القديمه،
دي هتبقى حاجه غريبه جدا، الا بقى لو هي ما كانتش البطله والبطله هي ست عجوزه، ودي برضه هتبقى حاجه غريبه. هو غالبا هيعملوا نيو اوريجين ستوري لجوليا كاربنتر ويقولوا حاجات ما حصلتش في الكوميكس. بس كده دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها عن مدام ويب في الكوميكس. هي كانت شخصيه مساعده طول ال 40 سنه اللي هي ظهرت فيهم، مفيش تفاصيل او حاجات كتير ممكن تتقال. انا حتى استغربت ان هم هيعملوا فيلم للشخصيه دي. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت ايه رايك في الشخصيه دي، انت متشوق للفيلم ده ولا لا؟ احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، لو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.